الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم أنا سعيد اليوم بحضور هذا الملتقى العظيم التاريخي في جدة، وكم أنا سعيد بلقاء هذه الوجوه النيرة. كم أنا سعيد بما شاهدت اليوم بالمشاركة الكبيرة من أخواتنا وأخواننا الفنانين التشكيليين، وشرح الماضي وكيف ما وصلنا. حقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى، لم نصل إلى ما وصلنا إليه إلا بهذه الدولة العظيمة والقيادة الرشيدة. نحمد الله سبحانه وتعالى. في وقت بسيط ولو عدنا إلى الوراء نعرف القفزات الكبيرة التي شهدتها هذه المملكة العظمى التي صارت منارا للعالم. حقيقة كلنا نفتخر بهذه المملكة وبالقيادة وبما يتم. قبل أمس ما كان عندنا شيء، قبل 30 و40 سنة، أما الآن صرنا كل الدول تشار إلينا وتشار بهذه المملكة، وهذا لم يأتي من فراغ إلا بجهود الرجال. حقيقة هذه الجمعية اليوم حقيقة واجهة للتاريخ، واجهة للعلم، واجهة للحضارة. فأشكر الدكتور فهد المالكي وبيض الله وجهه على هذه الجمعية. أنا تفاجأت أول مرة أزور هذه الجمعية، ولكن والله فعلا بيض الله وجهه. وأيضا أشكر الدكتورة هالة المطيري على ما يقومون فيه، وهذه الدعوة موجهة منها بيض الله وجهه. أنا والله حقيقة اليوم أحس إني بسعادة كبيرة وعظيمة. حقيقة وفقني أخوي الله يحفظه بالطائف، إن فينا اتفاق بالطائف في كل شيء. فأنا أدعو أيضا هذه الجمعية في زيارة الطائف وحضارة الطائف وحراقة الطائف. وكلنا نعرف الطائف هي ثلثين منطقة مكة المكرمة، أكبر منطقة تعليمية، أكبر منطقة عسكرية. هذه واحد الخير. حقيقة الطائف عروس المصائف العربية، لم تأخذ هذا الاسم الفراغ. أننا نفتخر كل يوم نشاهد أن كنا في عضو في جمعية أو في تنمية السياحة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الدولة بدأنا نحافظ على تاريخنا الذي عندنا. كم عندنا الناس تيجي من كل مكان عشان تشوف حضارتنا، والآن نحمد الله سبحانه وتعالى نفتخر بما نشوفه اليوم من علو ومن رفعة ومن أشياء يفتخر بها الجميع. قبل مدة مستثمرين من خارج هذا الوطن أتوا للاستثمار في جدة. هذا دليل على الأرض الخصبة للاستثمار وللتطور. بلدنا بلد الخير، أمن وأمان وصوت الأذان ومقابلة الكرم الرجال. والله لم يأتي إلا في هذه الدولة التي يتسابق أو يتساوى الغني والفقير فيها. فشكرا للجميع، شكرا لهذه الجمعية، شكرا للأخوان. أنا والله ما أقدر أقول كلام بعد ما قالوا الأخوان الدكاترة، ولكن شكرا وشكرا لك أخوي من الطائف بيض الله وجهك. شكرا.